الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جاش نفير المسألة الرابعة في أركانها دي بحث ركنة نفيجية. ركن ما قلت شيء أو تشتن أفت الناف عبادتي بخدا نكوش دار فيوينة بيت ناف دا أو بخش دي بتديار كتن. وتي الأركان هي ما تتكون منها العبادات. أركان أون أبدكو عبادات جي بيكتين نكا أكاو نبنا مع عبادات نوتك نكا بنمونا نفيجي الركوع ركنة، سجدة ركنة، إبوش أكاو ركنة نبن ما نفيجي شو يتكلم ركوع نبيتن سجدة نبيتن فنفيش نوتكلم معناه أفركنة شنا أون ذا عبادة بيكتين ولا تصح العبادة إلا بها وعبادات جي نائتا قبل كرن ويدرس نابد أجل أفركنة جل نبن. قلت والفرق بينها وبين الشروط شو فرق بين الركن والشرط هذا؟ قلت أن الشرط يتقدم على العبادة. شرطي هو صيا بريت عبادتي بكي بدفيل دفتها بيتن ويستمر معه وقت عبادتي جد كيف تهر دفتها بيتن. يعني شرطي هو صيا هيش تاع عبادتنا كري بونو من داس نفيش هيش تاع عبادتنا كري بيتو داس نفيش بشوي بونو فيجي وبشتي تشين نفيجي جدا فيت هر بردام ديالتها بيتا أجرنا قبيلنا بيتا. وأما الأركان بركن شوانا فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. قد أركانها ما أون عبادة بيكتينا أجقوتن وكريارا دي فيكفن ودي جهنئي دي عبادة بيكتا. قد وأركانها 14 ركنا چندن ركن دوي چارده ركنن لا تسقط عمدا يعني أفركن تنل سرت نرابن أجر تش كيف هلا سرت نرابد فيتو بي بكافة ولا سهوا أجر تش بير جيكر هر سرت نرابد طالما مش بيركر شننا فيتو بزفر بكافة ولا جهلا وأجر تنظاني بيجي يهاتن فيجا خات كده ما بسيار كده ومن أفنى كده يا فلانتش من الظاني يتنظني هرب كيفه نرابطن نظاني نج نرابطن وبيانها كما يلي وفجا هلديف أفا بهت أم دبوتا ديار كان قدي يأيكي القيام يعني الرواستيانا شبيرفا تشبيرفا براواستي اتنفيجي دا أبا ركنة چينا بدرين يا خالي آن رينشتي بكي في الفرض بس كيش نفيجا دا يتفرز دا أما السنة دا درستو رينشتي جيبكي دقيقة إن شاء الله. وتي في الفرض نفيجا فرض دا ركنة تشبير بي على القادر كي دشبير بيتن أفت الشيطان أما أير شيان شبير بين نبن دهريني تأخر دسر كرسي كيكتن أفا بود درسته منتصبا دير راست بيتن لقوله تعالى جبل كنا أخذ تعالى وقوموا يعني هن رابن اتنفجت خدا رابن ذا لله بخد قانتين وهن تجهدار. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وجبل قد نبي قبل خدا عليه الصلاة والسلام وقت قلت عمران كره حسيني صلي قائما وتاي عمران نفجش بير وبيا أمره نفجش بير وبيا وتي فإن لم تستطع أن تنشي فقاعدا أمر نشتبك فإن لم تستطع أجر تنشي فعلى جنب دل سر طانشتي سر طانشتي يا باشتر أول سر طانشتا راست بيتن أجر شيان هبيتن أجر شيان طانشتا راست نبيتن سر يرشبه. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر بنو من أجر إيك أتنفيج فرض دا شبير ونما شبير ونكر نفيش بس لعذر جبر عذرك هاي هجتك هاي كمرض بنمونين ساخة أو خوف أن ترسل سرهي أجر شبير بدي كشف بدو ديار بيتن وغير ذلك عن غير فيجي فإنه يعذر بذلك هنجي أبتسهني دي يمعذور بيت ودي هجته ويتقبل كدان ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب فجأة بهني بوچنكي نساخة أنجي ترسل سرهي هما الدف حالي خادي كتن شيار رينشتي بكار رينشتي نشيار دي سرطان نشتي أما صلاة النافلة أما نفجا سنات فإن القيام فيها سنة
تشبير ونفيجة سنة بكي والسنة وليس ركنا نركنا اگر ايك نفيجة سنة شبير ونكر رينشتكر يا درسته لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد بس اگر كسا دو كز سنة كان ايك دش بير وكت ايك دي رينشتكتن اوش بير وكت نفيجة بخير تره بتر خير دي كهيده بقوله صلى الله عليه وسلم جبل كتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد نفيجا وي كسي افي رينشتيت كات بس يا سنة كي تو رينشتي بكي على النصف من صلاة القائم نيف خيراوي كسي دجاهي تتا افيش بير بكري يعني ده خير بنيفي بيتن اگر تافيش بير بكي خير كاملة اما تو رينشتي خور ده خيرات بنيفي بيتن وهر درسته يا دويش ركنا تكبيرة الإحرام في أولها أول تشت دست بيكي بدويتو تكبيرة إحرام الابده وهي قول الله أكبر أو جي أفقودنا تبجي الله أكبر وداخلي نفجب لا يجزئه غيرها أجبلي الله أكبر تشتدي شيناوي ناجرم تشكي دي بيجي شيناوي ناچبت إلا تبجي الله أكبر داخلي نفجب تفي قودنا هني نبجي ياش قصدايا يا اش قصدايا اش بلند جي ام خلاتي هنده كسد بين جرى جارا وقت نویج دا تو نویجت که او التأخير بوين دیگه هنه دلیل مزگفته و خلقت ركوعي دا او ده چی کن؟ ده لازه کن همه اکثر دینا ركوعي بي بيجن الله اكبر او تنه همه هنده حرکات کن و داخلی نویج نبینه نویجا ناقبله إلا قد بيت الله أكبر فجأة اگر جارا كيج بيش الله أكبر بيش الله أكبر وانيتا ويا داخل بينا نويجه بيت وبچي تا ركوعي اما هر درسته بس يا درسته با الله أكبر داخلي نويجه بيتن باشي الله أكبر ركوعي جي بيش وبچي تا ركوعي هذا درسته اما اگر ايك الله أكبر قد ام ده بيجينه او الله أكبر تا چه بي اگر قد يا داخل بينا نويجه بي انكي نويجه يا قبيله اگر قد الله هنده بيس بيت شما ركوعي هر نويجه يا درسته نبيت بي اول جار الله أكبر تكبير بدا يا إحرام بدا لدان دبشتن نويجه لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته أن للمسيء الصلاة جبر قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوي كسي أبي نويجه خو نزاني جوان بكتن قلت إذا قمت إلى الصلاة أجر ترابو إذا نويجه بكي فكبر تبجأ الله أكبر وفجي أمره وقوله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام قلت تحريمها التكبير تكبيرة وقت مرود بشن الله أكبر أوا دي أو تشتت برينجي بومروفي حلال حرام كتن برينجي درس بيتو بخاي بخاي بيقو بدي حرام بيت برينجي درس بيتو باخ وآخفتناكو بي مفا تبيقو بنشي برينجي درس بيتو حركاب كي بي وبتش بيقو بيتو نشي يعني تحريم تكبيرة ديفان دشتت حرام كت خلاص وتحليلها التسليم والصلاة ملا ديوان تشتت برينجي بوتا حلال دجارك دي حلال كتبه يعني او تشتت نفش دات حرام بوتا تبكي بشتت الصلاة ملا ودا دي همية بوتا حلال كتب فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير بي الله أكبر نفش نوع تكر يسيش ركنا قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة هذا جي چيا؟ هذا جي ركنة بدوية فاتحة بتخاندن ترتيب وجوان بريز اتهمي ركعة ده لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفجاوين يا درسته لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كسي دسبيك كتاب دسبيك قرآن نخوينتن كو بحثي الحمد ويستثنى من ذلك المسبوق ايكي هاي اف حكمة جناي جريدن درسته در ركعات جيبو ايتا نفسين بس فاتحة نخانديه او جيكيت بجنه مسبوق او نجهشتي همين نفجه يهاتي وهندك يرجي چوي قلت يهاتي درمز گرته ده إذا أدرك الإمام راكعا جهشت إمامي وإمامة ركوعي ده أو جي هم دشت ركوعي أو ركعات دي بويتا حساب كرنجي مع العلم أو الحم نخند أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة يانجي هات إمام شبيرفا بس قلت الله أكبر أو جي شبيرفا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم وإمام تز ركوعي نشت فاتحة بخينتن هم ده چي تا ركوعي وكي إمامي
وفاتحة السر الركنين أبوي. وكذا الإمام مأموم في الجهرية هر وصا مأموم التنفيج دنك دا وكي نفيج سبيدي ويا مغرب عيشة ويا خطبة ويا عيدة اف نفيج تاني افي دنك افي كل بشت إمامت كتن إمام دي فاتحة خوينتن درست أو نخوينتن ويستثنى من قراءتها درست نخوينتن لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى بس أو بخوينتن وقت إمام بدين بيت أفا تشيتره أخذا بالأحوط دا تشتي احتياط وارجريتن چونكه دا علماء هاي بجن تشينا بيتفيد بخوينتن خلنا فيج جهريج دا لو ما يا احتياط أبايا خلنا فيج دين جدا إنسان هر بخوينتن فاتحي يا چاره شركنا قوتي الركوع في كل ركعة هر ركعتك مروف چيتا ركوعي چون ركوعي طبعا ما قوتي چيا ركنه الفيلم الركوع بوي كسي بشيتن لقوله تعالى وجلدي في الشيانات خد ركوعي بأتا چونكي خد تعالى قلت يا أيها الذين آمنوا قال إيمان دارا اركعوا هرنا ركوعي واسجدوا وسجدوا ببن ولقوله صلى الله عليه وسلم وبيغنبال خد يا قلت عليه الصلاة والسلام ثم اركع باشتو هر ركوعي حتى تطمئن راكعا حتى وكو تو الركوع دا راحت بيوت ميني بيجاكي شني دي رابي أبا طبعا اف ركوعها هاني موجود بوكيه او كسي بشيت دي جاوبت دي بشتاخر راست يتن اما او كسي نشيتن دي اشارتا دي بيجاكي بشتاخر چند شيتن هندي خار كتن قوتي يا بينجي يا ششي الرفع من الركوع طبعا يبينك بمشتي يربي تشكي يعني جرنك يعني كسي تخلاتيه كما صنت يعني بشتاخا ناخار كان ناش نركوعي عفاش خلاتيه كما صنت بدفيتر بشي ركوعي هندي تشيان هبل بتبچه يا بنجي شيء الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما أبدنا يا إيكي رابنا فيش ركوعي أفا ركنك وشنيكو الراست بين تخر راست كي بشتيكو تشركوعي رابي أفا ركنك يدي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء جبال قلنا في غنبري عليه الصلاة والسلام حديثة ويكا سيدا نزاني نفيج خود جوان بكتن قلت واركع هر ركوعي حتى تطمئن الراكعة حتى تركع خدا راحت بي وآرامت بي ثم ارفع باشي رابا حتى تعتدل قائمة بس نكو ربي بيكو تخراست يعني حتى بشتر راست بيتو تويش بيلبه اوشين بطالبين نفيجه هنده کسی دی بما دیار بیتن رکوعی پیچه دی سری خابلن کد و ای سر دشت سجده نفيجه ويا بطالة چونكي أفرك هنه تدانينه وتيا حفته السجود برنا سجده لقوله تعالى جبل قلنا خذ تعالى واسجدوا يعني هين هرنا سجده ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء جبل قلنا في غنبري عليه الصلاة والسلام نفيجه ويكسي أو نظر نفيجه خذ جوام كد شقوته وده ثم اسجد هر سجده حتى تطمئن ساجدة حتى السجدة خدا راحت بي وآرامت بي ويكون السجود في كل ركعة مرتين والسجدجي هر ركعتك مرود چند جابتا دو جارة على الأعضاء السبعة دي سجده السرچبي السروان هر حفت أنداما المذكورة أو اتهاتنا بحسكران في حديث ابن عباس الحديث ابن عباس ده كيشكن وفيه قتي أفنا أمرت أن أسجد على 7 أعظم أمر من هاتي كرن السجد ببم سر حفت هستيكا الجبهة وأشار بيده إلى أنفه قتي أني أمروفي وبدست خا إشارات كره دفنا خاجي يعني أني ودفن بيفا أو إيك چونك هر دوية طرية مروفي ده واليدين هر دو دست أفا إيك أفا دو أو بنسي والركبتين ركبتين چيا هر دو چوكين مروفي هر دو چوكين تب كيفنا عردي وأطراف القدمين بني تبلت بيا سر تبلا ام بشين سر تبلتا العردي را كيفنا عردي أفا بنا حفت چونكي هر دو بي وهر دو چوك وهر دو دست أفا شش ووجه مروفي جي حفت
يا هشتي ويانا هي طبعا فيري ما شد جالك شتي خلاتيه كم أظن كان يهاي سجدة خرد تشيت وبيتوي الهواي هذا سجدة ويا بطالة ويا سجدة بطالة بينفيش بطالة الوصية هاي سجدة دبت وتبلت خد داني دناكو بانكا دستخا فجينا درسته بونا منايا هاي دي أنيا خدان الدفنة بلنده هذا همي إشخالاتية مظنن قلت يا هشتي يعني هي الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين هذا دونه يأيك الرفع من السجود وقت السجدة الراتبية بأفرع بين السجدة هذا ركنك والجلوس بين السجدتين هذا أي كدية نوفبر هرد السجدة بيتفيت برين يا خالي لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يوي كسي أبي نفجا خام جوان نكري قلت ثم ارفع باش السجد رابا حتى تطمئن جالسا حتى ترينشتي آرام راحتت بي ياده الشركنا قلت الطمأنينة في جميع الأركان أها إيش وان نقطة كو خلك مجالة جالة تدا سسته ما بحسي ركنا كرمانا أدوان همي ركنا دا بدفية طمأنينة هبيت طمأنينة شيا قلت وهي السكون طمأنينة يعني الراوستيان تبراوستي أدوان ركنا دا سجدة دا بميني ركوعي بميني وقت تبشتخش ركوعي راتيا بميني ناف برا هردو سجدة دا تدا بميني چند تدا بمينم وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن أبايا أتهر ركنا كيدا كوتشت دا واجبات تبجي ها هنت مجال هنت وقت هنت مدة تتوي ركني دا بميني بودو من السجدة دا سجدة واجبة از جارة كي بجم سبحان ربي الأعلى واجبة حتى از بجم سبحان ربي الأعلى دي چند بيشيد سبحان ربي الأعلى اها اوه قوتني از چند بجم اها هنت وقتي بدفي از بمين ما اتهر ركني السجدة دا كايا ديجي كيشكيت هنت بمين دا قلت لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان چونكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمره ويكسي كري نفجا خد درست نكري قلت همي ركنا دا بدفيت طمأنينة الدفخة بيداك ولأمره له بإعادة الصلاة وبيغمبر عليه الصلاة والسلام چه قلت أفي نفجا خد جوان نكره هاد قلت ارجع هر فصلي نفجا خب كبه فإنك لم تصلي تنفج نكريه سبب شبي قلت لتركه الطمأنينة فيها بس چونكي اوي طمأنينة پیدا ندكر زي داشت سجده زي رابي دبا داش ركوع رابي زي داشت جتا سجده اهوصا يعني نفجاونا هاتا قبل كر يا يازده التشهد الأخير ركنه يازده تحياتا دماهيكيه طبعا هذا بحسوان نفجا دو تحيات ده اما يد ايك تحيات ده يا اوید ایک تحیات جیت دا هر تحیات بیت تحیات دماغیه مانه چون هر ایک او یا اخیره آنکو تحیات دماغیه رکنه بس اوید دو تا بن تحیات ایکی نرکنه اگر هلاجی جار کادی ناسوارید کرده و هم دماغی دستش سوی بعد چه بگیرید بس یا اخیره هلا نه چه به جلام یا اخیره دستش سوی بم نه بدوی زواریدن و بکتن و بشینگی کاچم اویج تمام کتو پاس سجده سهوی بدن لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد قلت بل تحيات سلمى فرض بيد ما تشد أم دبشنا السلام على الله من عباده يعني إيش عبدت خده صلاة السر خده بن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت لا تقولوا السلام على الله إن نبيشن ولكن قولوا بس بجن التحيات لله أبا نشادة تحيات نشادة فدل قوله رضي الله عنه قلتنا ابن مسعود دليلا قبل أن يفرض قلت بل السلمة فرض ببيتا على أنه فرض قلت تحيات فرض مانا نكي أجر فرض نبو ندقل بل السلمة فرض بيتا معناه إذا قوي فرض بل إنجي فرض نبي بس نكي فرض يا دوازده الجلوس للتشهد الأخير بو خاندنا تحيات أخيرة تبرين يا خاري أو رينشتنجي ركنه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله پیغمبر خدا كري عليه الصلاة والسلام وداوم عليه ويرسل بردوام بوي وقال ويقولي صلوا كما رأيتموني أصلي هن نفيج بكن كتشوى هواديتي من نفيج كري يا سيزده
التسليم. يا سيدي صلاة ملاية تو صلاة ملابتي لقوله صلى الله عليه وسلم جبل قلنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم يعني أو تشتكو دي بيتا أجر أو تشتنف نفيش دا سلم حرام حلال ببن تسليمة صلاة ملاية فيقول عن يمينه براخي خيراس دي بيجتا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله دي بيش عندها بيجتا ونجر بركاته جيهاتي براخي جبه يا چارده ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه أفج ركنه كاش ركنت مهم كو كاتشا وما بوتا ركن ريس كرن أهل دي فوي ريزتو نفيجي بكي أما تأف ترتيبات تيكدا نفيجتا بطالة تسجد إنا بالي ركوعي تا الحمد بلا بشتي ركوعي أبا ناشي بيتا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة پیغمبر خديجي عليه الصلاة والسلام أفرقنا همية كريب ترتيب والدف ايك وقال ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي من شوان فيش كريا هنجي وصابكا وعلمها المسيء في صلاته ورسول پیغمبر عليه الصلاة والسلام نشوي كسي دا نفيجا خلت كري بقوله قلت ثم بكارتنا التي تدل على الترتيب ثم شي ايكش معناه ثم يعني بديف ايك رايه قلت هذا سجده ثم باشي جرابه ثم باشي برينا خالد ثم باشي يعني ترتيبه ولديف ايكاتيا والحمد لله يا رب العالمين.